السيد مقتدى الصدر يفتح أخطر الملفات دفعة واحدة ويضع الشروط أمام حكومة الزيدي، فيقول: أولا، على الحكومة القادمة تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل جند الشعائر الدينية على اختلاف توجهاتها وتحت سلطة هيئة الحج والعمرة، أو إلى تشكيل إنساني للإغاثة والمعونات الإنسانية، ومن يرفض منهم فيعتبر خارجا عن القانون، وإن فعلوا فأنا على استعداد لحل تشكيل لواء اليوم الموعود وتسليم سرايا السلام إلى القائد العام للقوات المسلحة، كما ينبغي على الجميع فعل ذلك بأسرع وقت ممكن. ثانيا، عدم الاستعانة بخلطة العطار، بين قوسين بخلطة العطار، في تشكيل الكابينة الوزارية، وإبعاد كل من له جناح مسلح منها إبعادا تاما، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب. أما ثالثا، العمل الدؤوب والحقيقي من أجل استقلالية العراق عن كل التدخلات الخارجية، بين قوسين لا شرقية ولا غربية. رابعا، العمل فورا على قمع الفساد وبمدة أقصاها 90 يوما، على أن يكون البدء بصفقة القرن ومجرمها وكل تبعاتها. خامسا، تقوية العلاقات الخارجية ضمن أطر تعطي للعراق هيبته وانفتاحه على الجانب العربي والإسلامي والدولي بلا تدخلات من كل الأطراف، وعدم التعدي على أحد، ففي ذلك رفعة للعراق والدين والمذهب بل الشعب الذي اكتوى بنيران الحرب أو الحروب. سادسا وختمها، لا نرضى بوجود أي فرد من التيار الشيعي الوطني في الكابينة الوزارية، ولا يمثلنا أي وزير منهم.